هي دي اللي انت الدكتور حسام الابراش اداها لك؟ ده ناس كتير بس انا محتفظ بيها يعني. طيب علاقتك ايه دلوقتي بالمنتخب خصوصا بعد ما تم استبعادك من قبل كاس الامم الافريقيه؟ والفتره دي الحقيقه انت من المهاجمين المتميزين بالنسبه لي انا، انت من المهاجمين التوب. في بعض الاوقات بتنزل مستواك، بينزل او بيعلى، ده كلنا كل لعيب كره في الدنيا بيحصل له الكلام ده. الفتره انت كنت بتلعب مع المنتخب في مباراه، اعتقد مباراه وديه صح؟ لما طلعت ومشيت. لا ده كانت غانا كاس عالم. كان غانا كاس عالم. غانا كاس عالم. ايه اللي حصل بقى في الموقف ده؟ لان احنا محتاجين نعرف الناس، لان زي ما انا بقول لك ان البرنامج ده برضه انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. اتفضل. بص يا كابتن اسلام، انا اتخبطت. انا من الصعب ان انا اطلع من الملعب. حتى لو انا من الصعب ان اخرج، حتى لو مصاب انا ما بيهونش عليا ان انا اخرج. حتى لو انت حتى في التمرين. يعني مثلا امبارح مثلا كنت تعبان جدا في التمرين ولعب ماتش الاهلي والمفروض اريح، ما خرجتش. كملت تمرين للاخر. الماتش ده اتخبطت خبطه جامده جدا. اول كلمه قلتها للدكتور محمد ابو العلا، انا هغير. الدكتور محمد موجود واساله. اشمعنى؟ انا اخدت خبطه جامده جدا في ظهري. تمام. في العمود الفقري كده جامده جدا. تعبتني يعني. فقال لي عيب عليك، مش انت اللي تقول كده، الدكتور محمد عارفني. قبل كده اتصبت في ماتش تشاد وكملت هناك 1-0، خسرنا 1-0. كانت رجليا قعدت فيها 3 اسابيع. قعدت اتمرن في البسين والدنيا بتمطر عشان الحق الماتش. قال لي مش هتلحق، وما لحقتش فعلا، ما لحقتش فعلا الماتش. فقال لي قوم بس هديك حقنه بين الشوطين وبتاع. قلت له خلاص ماشي، انا هكمل ال5 دقايق دول وهبقى ادينا حقنه. مستر كوبر غيرني. هو اللي مغيرني. غيرك قبل ما يعرف ان انت مصاب؟ ما اعرفش بقى اعرف ولا ما اعرفش، بس هو كده انا غيرت من طالع فني. انا كده ما كنتش هقدر. تمام. والدكتور محمد موجود وساله. تمام. خلاص هم نزلوا وبتاع، والدكتور قلت له اديني حقنه ومش قادر خالص. حتى دخلت الحمام اخد دش وبتاع واغير، ما قدرتش بقى اقف على رجليا. مين اللي لحقني؟ العامل. شني قعدنا على ايه؟ لا مش عم عبد الله، لا حد تاني. نعم. مش فاكر والله مين. شني قعدنا على الكرسي بتاعي. طب مش قادر. راح نادى لمين؟ للباشمهندس ايهاب. فالدكتور قال لي انت لازم تروح المستشفى ومش عارفه ايه. دكتور برضه الباشمهندس ايهاب ده من الناس يعني عايز اقول لحضرتك محترم جدا، وانا بشكره جدا على الهوا كده. الباشمهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب جدا جدا. نعم. وشخص فعلا يعني في المكان المناسب بجد والله. فالمهم يعني لبست وخلصت وخلاص. فالمفروض امشي بقى. تمام. طلعت في ايه؟ على بتاعه اسعاف. تمام. خلاص طلعت وما قدرتش اطلع السلم، طلعوني في الاسانسير عشان مش قادر. طلع معايا مين؟ اداري من منتخب مصر. طلعنا بره، الشبكات مقطوعه. الدنيا زحمه جدا. فمش عارفين نمشي، نعمل ايه. محمد كان معاه اسمه محمد اداري من المنتخب، قال لي روح على الاوتيل. تمام. والسواق قال يا جماعه رايي تروح على الاوتيل على ما المنتخب يجي. ورحنا على الاوتيل. محمد طاهر النجار. بالظبط. نعم. رحنا على الاوتيل. انا كده غلطان في حاجه؟ لا لغايه دلوقتي لا. تمام. عملت ايه؟ استنيت المنتخب 3 ساعات وانا كل ده انام على ظهري على المنتخب عما الدكتور يجي. الدكتور جه اداني حقنه مسكن تاني. ده فين؟ كل ده فين؟ في الاوتيل. مستني المنتخب بقى. مستني بقى المنتخب. تمام. خلاص كسبنا والناس راجعه. خلاص بقى مستنيهم. لا انا لو زعلان همشي. تمام. طب انا همشي ليه؟ لو انا مش تعبان ما انا كده هستناهم في الاوتيل. طب ما استنى في الاستاد. مظبوط. وافرح وبتاع مشيت رحت الاوتيل وكده. تمام. منتخب. الدكتور طلع قال لي مستر كوبر جاي لك. حلو. تمام. ما راحوا الساونا وبتاع واللعيبه، وراح كل واحد راح على اوضته. فانا قلت له يا دكتور دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هنزل لمستر كوبر. رحت له الساونا، لقيته طلع الغرفه بتاعته. رحت الغرفه، كان معايا واحد صاحبي اسمه اينو، قال لي لازم نروح له. نعم. اينو اللي قاعد معايا بره. قال لي تعال رحت مبروك الف سلامه عليك مش عارفه ايه. كنت هايل، ده مستر كوبر كويس وبتاع. رحت مكلم خلاص كوبر خلاص اهو. قابلت مين؟ المساعد بتاعه فانتا. قال لي ايه ظهرك؟ قلت له الحمد لله خدت خبطه جامده شويه مش عارف. قال لي الف سلامه. رحت برضه
عشان برضو انا عارف اللي ممكن يحصل. تمام. رحت مكلم مين؟ الكابتن محمود فايز. تمام. قلت له يا كابتن انا دلوقتي سلمت على مستر كوبر وحصل كذا 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 كذا. قال لي يا حبيبي الف سلامه عليك، امشي واحنا هنكلمك نبقى نطمن عليك. تمام. مشيت رحت المستشفى. حلو. عملت اشاعات وعملت حاجاتي وخلاص. وروحت. اتجوزت امتى بقى؟ بعدها ب 10 ايام، بعدها باسبوع. اقل شويه، يومين 5 ايام اسبوع كده، لا مش يومين 3. ما هي الناس بقى، انا هقول لك اللي حصل. الناس ساعتها ربطت هذا الموضوع ان انت ايه، خلاص خلعت. انا ما عملتش كده. انا هقول لك بس عشان بس يعني اقول لحضرتك انا ما عملتش كده. على فكره ده مش رايي، انا عارف، بس انا سمعت الراي ده. سمعت الراي ده. بس انا ما عملتش كده. انا لو مش هروح الفرح خلاص اصلا. مش ايه؟ لو مش هروح الفرح انا ما بيفرقش معايا بقى اللي انا. طب ما انا رحت قعدت 15 يوم 15 يوم قبل الفرح. والفرح اصلا كده كده يعني كابتن اسماعيل يعني بشكره طبعا، كان مخلص لي كل حاجه. كل حاجه كابتن اسماعيل كان عاملها لي. هو الفرح ينفع من غير عريس؟ ما ينفعش. ماشي ما ينفعش، بس انا لسه هروح على الفرح، الاوتيل محجوز وكل حاجه محجوزه، همشي ليه؟ همشي ليه وهلعب ليه اصلا من الاساس؟ طب ما انا ممكن امسك رجلي في التمرين مثلا يعني، وانا اقسم بالله مستحيل اعمل، مستحيل. اللي يعرفني كويس مستحيل اعمل ده. انا لما بطلع ببقى متضايق ان انا طالع. فاللي انا اقول ظهري وجعني واطلع والكلام ده حصل بعد كده حصل بعد كده ان الناس قالت ايه؟ ان باسم هارب من هذه المباراه، عشان كده تم استبعاده من بطوله كاس الامم الافريقيه. انا الكلمه دي ما احبهاش تتقال عليا. انت سمعتها ولا انا اللي بقولها دلوقتي؟ انا سمعتها. طيب. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا اللي يعرفني كويس مستحيل يقول عليا كده. انا كابتن اسلام انا بحب الكوره. هي اكل عيش الكوره. ما عنديش حاجه غير الكوره. فانا اللي انا اهرب من الماتش دي ولا مستحيل. انا لما بطلع تغييره ببقى متضايق، بقول له انا طلعت ليه. طب ايه اللي حصل من وجهه نظرك؟ والله ده اللي حصل. لماذا تم استبعادك من بطوله كاس الامم الافريقيه؟ مستر كوبر كان موجود، اتضايق، عارف بقى اللي وصل له باسم مشي بقى. هو وصل له، ما هقول لحضرتك، وصل له اللي باسم مشي من المعسكر وخلاص سافر على هذا الاساس. اللي باسم مشي من المعسكر وبتاع، خد قرار باسم مش هيجي المنتخب. طيب على ما عرفوا الحقيقه. عرفوا؟ هم عرفوا خلاص. طيب انا معاك على الهوا. اي حد يطلع يكذبني دلوقتي. تمام. عرفوا خلاص ان انا مظلوم، وكلمت ناس في المنتخب قال لا يا ابني انت طلعت فعلا مظلوم، احنا عرفنا الحقيقه. تمام. ناس في المنتخب في الجهاز الفني بتاع المنتخب. تمام. قال لي لا خلاص احنا عرفنا الحقيقه وانت مظلوم وعرفنا، ومحمد طاهر جه حكى لنا القصه كلها وخلاص. الباشمهندس اب برضه كان موجود وبتاع، الباشمهندس اب طلع على التلفزيون مع احد القنوات قال لك لا يا جماعه باسم كان فعلا مصاب واحنا اللي مطلعينه. الدكتور محمد ابو الهلال قال لك باسم مديله حقن مسكن ومفيش الكلام ده. نعم. ده كله ده متسجل، ممكن اجيبه تسجيل يعني. لا طبعا. خلاص مستر كوبر رجع قالوا باسم كذا كذا، هو ما صدقش بقى خلاص. اوكي. لكن هو كان استبعاد، بس هو كان خلاص استبعدك. ما هو رجع بقى عشان يعرف الحقيقه. هم بيقولوا الحقيقه بقى. قالوا له الحقيقه قبل كاس الامم ولا بعد؟ بعد ما رجع. بعد ما رجع من كاس الامم. هو الله اعلم بقى اللي حصل ايه. كلمت معاه ولا لا بعد ما رجع؟ لا انا رحت جايزه كنت باخد احسن فروت في مصر دي، سلمت عليه وسلمت على الجهاز كله وقلت لهم بالتوفيق وربنا معاكم. يعني الناس ما جابتش ده ليه بقى لما قالوا مش متابع وبتاع ومش وطني وبتاع. ما هو لسه بقى، انا لسه هرجع لك في الكلام ده. علينا. المهم هرجع لك، اتفضل. قالوا رحت سلمت عليهم، سلمت على اللعيبه واحد وبتاع وبالتوفيق. بس اللي انت عارفه ان انت بعد رجوعهم من كاس الامم الافريقيه اكيد قريت التصريح ده ان هو طلب اعتذار باسم مرسي. لا والله اول مره اسمع. انا عامه نزلت لهم صوره عندي على الانستجرام هو طالب طبعا. لا هو طالب اعتذارك عن التصريحات اللي انت ادلت بيها اللي هي مش متابع دي. ما انا ما صرحتش كده. خلي بالك اصل يعني ايه حد يطلع يسالك. ما انا دي النقطه بقى اللي انا بقول لك عليها. تمام اتفضل. ان هل ينفع انا حد يجي مش انا يعني انا باسم مرسي نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك، حد يجي يسالني